السلام عليكم أعزائي طلاب تالتة إعدادي، معاكم مستر رفعت علي. ازيكم يا أبطال؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة الجزء الثاني من درس التاريخ، درس مصر بين المماليك والعثمانيين. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ الحصة بتاعتنا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات، وندعي لأهلنا في غزة ربنا ينصرهم ويقويهم على المحنة اللي هم فيها. أهلنا في غزة بيموتوا كل يوم وإحنا مش حاسين بيهم. فياريت أبسط حاجة تعملها دعوة منك لربنا إن ربنا ينصرهم ويقويهم. وكالعادة نبدأ الحصة بتاعتنا بالدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يلا بينا نبدأ بداية خير، بداية طيبة على الدرس الأول، تاريخ الجزء الثاني. ابدأ معايا وركز معايا، وأتمنى طبعا إن انتوا تكونوا ذاكرتوا الدرس اللي فات. الدرس اللي فات ما كانش فيه أي حاجة صعبة. الدرس ده هيكون أطول شوية لكنه أسهل. يعني الجزء الثاني أطول شوية لكنه أسهل. النهاردة هناخد الملامح، ملامح ملامح الحياة في العصر العثماني. ملامح الحياة في العصر العثماني. هناخد الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، والحياة الفكرية والثقافية. ركز معايا في أول حاجة. بيقول لك استمر الحكم العثماني في مصر لمدة 4 قرون. كم قرن يا أبطال؟ 4 قرون. استمر فيهم الجهل والتخلف. هيجي يقول لك بما تفسر اهو. السؤال اهو كاتبه لك تحت: معلومه مهمه. وبعد اذن حضرتك لو معاك الكتاب اكتب عليها معلومه مهمه. بيقول لك بما تفسر استمر كان حكم الدوله العثمانيه حكما جامدا راكدا. بما تفسر بسبب التاخر الحضاري. طب ليه كان عندنا تاخر حضاري؟ بسبب العزلة إيه؟ التي وضعها العثمانيين لمصر. العثمانيين وضعوا مصر في عزلة تامة عن باقي دول العالم. يعني كانت أوروبا دولها الدول بتاعتها بتتطور، ومصر لسه زي ما هي. كان في عزلة حضارية. خلاص. يبقى تاني بما تفسر كان حكم الدولة العثمانية حكما جامدا وراقدا. ليه؟ بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. العثمانيين وضعوا مصر في عزلة. خلاص، هنبدأ بأول حاجة معانا، الحياة السياسية. عايز أعرفك إن العثمانيين استمروا في مصر 4 قرون، يعني 400 سنة. أول حاجة الحياة السياسية بتاعتهم كانت عاملة إزاي؟ ركز معايا. اتقسمت لكذا حاجة: والي، ديوان، حماية عسكرية، وإدارة الأقاليم. هناخد كل حاجة بالتفصيل واحدة واحدة. ما تيأسش، ما تتحبطش، موضوع سهل مفيش أي حاجة صعبة. أول حاجة الوالي كان نائبا عن السلطان العثماني. يعني السلطان العثماني يقول لك في ولاية مصر هنعين الوالي كذا، في دولة كذا هنعين الوالي كذا. كان الوالي كان نائبا عن السلطان العثماني. تعريفه: كان نائبا عن السلطان العثماني. طب ايه مهمته يا مستر؟ رسالة ضرائب للسلطان. مهمته ايه؟ رسالة ضرائب للسلطان. يبقى تاني، كان الوالي نائب عن السلطان. مهمته إرسال الضرائب إلى الأستانة، عاصمة الدولة العثمانية. طب الديوان كان متكون من إيه يا مستر؟ كبار ضباط الحامية. طب بس كده؟ لأ، والموظفين والعلماء والأعيان. كبار ضباط الحامية، موظفين، علماء، أعيان. ها، كمل. كانت مهمتهم إيه؟ مراقبة الوالي. اقرا في الكتاب وحط تحتها خط بعد اذن حضرتك. مهمتهم ايه؟ مراقبه الوالي. يعني السلطان العثماني ما كانش عاطي الوالي، ما كانش مدي الوالي الامان الكافي. واديك دليل بعد كده. كان معين عليه حاجه اسمها ايه؟ الديوان، عشان ينقلوا اخبار الوالي من اخبار الوالي للسلطان العثماني. بيراقبوا الوالي وياخدوا الاخبار بتاعتهم ويودوها ايه؟ للسلطان العثماني. في حاجه تانية، كان السلطان العثماني كان محدد حكم الوالي لمدة 3 سنين. ده كان أقصى والي يقعد مدة 3 سنين. طب ليه؟ عشان كان السلطان العثماني شايف إن الوالي ده ممكن يغدر بيه. وهناخد إن في حد غدر بالسلطان العثماني بس قدام شوية. ممكن يغدر بيه وياخد حكم مصر ويستقل بيها. فكان السلطان العثماني مش عاطل الوالي الأمان. طب دلوقتي عرفنا الوالي وعرفنا الديوان ومهمتهم. طب الحامية العسكرية هي فرق عسكرية. حامية عسكرية اهي جاية من اسمها حامية عسكرية، فرق عسكرية لحماية الولاية. كان السلطان العثماني بيعمل فرق عسكرية
كان يسموهم ايه؟ حامية عسكرية. طب ليه؟ المهمة بتاعتهم حماية الولاية. حماية الولاية يعني زي الجيش بالظبط، عامل مصر جيش بيحميها، تبقى فرقة عسكرية مهمتها الدفاع عن الولاية. طب إدارة الأقاليم، أول حاجة أول ما يجيلك إدارة الأقاليم، الأقاليم دي زي المحافظات، الأقاليم قديما زي المحافظات. كان السلطان العثماني كان بيعين في إدارة الأقاليم المماليك بس. طب يا مستر، طب ما ده السلطان العثماني قضى على المماليك في الدرس اللي فات في معركة الريدانية سنة 1517، ازاي عينهم في مصر؟ هقول لك ليه. المماليك بحكم ان هم عاشوا مع الشعب المصري سنين طويلة، السلطان العثماني قدر يستفاد بيهم. قال لك انا عين المماليك في إدارة الأقاليم. طب ليه؟ علشان لو حصل خناقة مثلا، حصل مشاجرة، حصل ثورة، المماليك عارفين طبيعة المصريين وعارفين ازاي يتعاملوا معهم، يقدروا يتعاملوا مع المصريين. استفاد السلطان العثماني من المماليك ازاي؟ عينهم في إدارة الأقاليم. عينهم في إدارة الأقاليم هم لأنهم كانوا يعلمون ويعرفون الشعب المصري وطرق التعامل معهم. خلاص، دي الحياة السياسية بكل اختصار، ما فيش أي حاجة صعبة. ولي وإن مهمته نائب عن السلطان، نائب عن السلطان بيرسل الضرائب. طب الديوان كان كبار ضباط الحامية الأعيان والموظفين كان مهمتهم اقرا في الكتاب عندك مراقبة الوالي. مراقبة الوالي. طب عندي بقى الحامية العسكرية. الحامية العسكرية فرقة عسكرية للدفاع عن الدولة. فرقة عسكرية للدفاع عن الدولة. طب إدارة الأقاليم أسندت لمين؟ كان مين المتحكمين في إدارة الأقاليم؟ المماليك. ليه؟ بسبب أنهم يعلمون ويعرفون طبيعة الشعب المصري وطرق التعامل معه. خلاص، دي باختصار الحياة اسمها إيه؟ السياسية. مفيش أي حاجة صعبة، مفيش أي حاجة صعبة. خلاص، طب نخش على الجزء اللي بعده. حركة علي بيك الكبير. حركة مين يا رجالة؟ حركة علي بيك الكبير. علي بيك الكبير اول حاجه عايز اقولها لك كان احد المماليك، وكان شايف ان ما ينفعش العثمانيين يحكموا مصر. يعني بعد تاريخ طويل من دوله المماليك يجي العثمانيين كده يهزموهم ويتولى حكم مصر مكانهم؟ لا. فكان عنده طموح اللي هو يبقى حاكم مصر، كان عايز يحكم مصر. فعمل ايه؟ اجى في يوم من الايام واتفق مع نائبه محمد ابو الدهب. محمد ابو الدهب ان هم يخشوا على الوالي ويطردوه ويبعتوه الاستانه للسلطان العثماني. هيعملوا ايه؟ هيطردوا الوالي ويبعتوه الاستانه للسلطان العثماني، ويتولى حكم مصر مين؟ علي بيك الكبير. ويتولى حكم مصر مين؟ علي بيك الكبير. طب عمل كذا خطوة، عمل كذا خطوة عشان يستولى على مصر. وكان يستولى على مصر بس؟ لا. وهتعرف ازاي دلوقتي. أول حاجة عملها استقل بحكم مصر سنة 1768. استقل بحكم مصر سنة كام؟ 1768. بس كده؟ لا. بدأ يروح للشام. أنا عايز الشام تبقى معايا، عايز الحجاز تبقى معايا. راح للشام وتعاقد أو تحالف مع الشيخ ظاهر العمر. الشيخ مين؟ ظاهر العمر، حاكم جنوب. حاكم إيه؟ جنوب الشام. حاكم إيه يا أبطال؟ جنوب الشام. طب بس كده؟ لأ. أخضع الحجاز لنفوذه. أخضع إيه؟ الحجاز لنفوذه. الحجاز دي اللي هي حد يعرف؟ جدع، مكة، المدينة، السعودية أكملها. خلاص، اخضع ايه؟ الحجاز. مش بيجي يقول لك انا دلوقتي واحد راح يحج يقول لك انا رايح الحجاز؟ ما عشان كده اصبح الحامي الوحيد على الحرمين. اصبح ايه؟ الحامي الوحيد على الحرمين. خلاص، لما اخضع الحجاز دي كده سلطة دينية. سلطة ايه؟ دينية. يعني كده استفاد بالسلطة السياسية والسلطة الدينية. اقول لك استفاد علي بيك الكبير من السلطة الدينية عندما اخضع ايه؟ الحجاز. عندما اخضع الحجاز. بعدين أرسل نائبه محمد بيك أبو الدهب لإخضاع لمين؟ لإخضاع الشام. كان عايز يخضع الشام، كان عايز الشام تبقى تبعه، مش عايز يستولى على مصر بس. كان راجل طموح. قال لك لو استوليت على مصر بس ممكن يجي السلطان العثماني يقوم راح ايه؟ هزمني واطلع بره. لا، انا استولى على مصر والشام والحجاز، يبقى معايا دولة كبيرة، يبقى معايا حدود كتير، اعمل جيش اكبر اقدر اواجه السلطان العثماني. يبقى عمل ثلاث حاجات. تحالف مع الشيخ زهر العمر، أخضع الحجاز لنفوذه وأصبح الحامي الوحيد على الحرمين ودي سلطة دينية. طب وتالت حاجة، أرسلنا نائبه محمد بيك أبو الدهب لإخضاع الشام. أحكي لك بقى قصة بسرعة. محمد بيك أبو الدهب ده كان عنده طبع الخيانة والغدر. زي ما قلت لك في الدرس اللي فات، كان المماليك أصلا بطبعهم الغدر والخيانة. السلطان العثماني كلمه وقال له والله بص، أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ ديل حلو قوي.
قال له هو ايه؟ قال له انت هتخلصني من علي بيك الكبير وهخليك تمسك شيخ البلد في مصر. هتخلصني من علي بيك الكبير وتمسك شيخ البلد في مصر. والله محمد بيك ابو الدهب قعد يفكر يمين وشمال، طب اخون صاحبي، اخونه ولا ما اخونوش؟ في الاخر انحاز الى مين؟ السلطان العثماني. انحاز محمد ابو الدهب الى السلطان العثماني. وعمل ايه؟ دخل في مواجهه مع علي بيك الكبير، دخل في مواجهه وش لوش اهو. انحاز محمد ابو الدهب مع اليمين للسلطان العثماني واتفق ضد علي بيك الكبير. طب ما النتائج المترتبه على انحياز محمد بيك ابو الدهب للسلطان العثماني؟ اول حاجه عملها فشل حركه علي بيك الكبير. الحركه كده فشلت، عم يروح يغدر بصاحبه ويقتله، فشلت الحركه. طب بس كده؟ لا، ركز معايا. اصبحت مصر ولايه عثمانيه مره اخرى. يعني بعد ما كانت مصر بدات تبقى دوله مملوكيه في ايام عهد علي بيك الكبير، رجعت ولاية عثمانية. طب امتى يا مستر مصر رجعت ولاية عثمانية؟ عندما انحاز محمد بيك أبو الدهب إلى السلطان العثماني وعينه شيخ للبلد بعد مين؟ علي بيك الكبير. بعد علي بيك الكبير. دي حركة علي بيك الكبير. وعرفنا ليه فشل حركة علي بيك الكبير. هيقول لك بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير بسبب انحياز محمد بيك أبو الدهب نائبه لمين؟ للسلطان العثماني. مفيش أي حاجة صعبة. طب نخش بقى على تاني حاجة معانا، الحياة الاقتصادية. الحياة يا مستر الاقتصادية. ركز معايا، مفيش أي حاجة صعبة. أول حاجة معايا الزراعة. أول حاجة معايا إيه يا أبطال؟ الزراعة. بيقول لك إن الدولة نظمت قانون اسمه قانون حق الانتفاع. حق إيه؟ الانتفاع. إيه حق الانتفاع ده يا مستر؟ إن الدولة تبقى ملك السلطان العثماني فقط. يعني كل الدول تبع كل الأراضي الزراعية تابعة لإيه؟ للسلطان العثماني. دلوقتي يا مستر أنا عندي أراضي زراعية كتير أوي في مصر، يعني الأرض دي والأرض دي كلهم تبع مين؟ للسلطان العثماني. طب والفلاح مش هيملك أرض؟ لا، الفلاح كل شغلته إنه يزرع الأرض ده يزرعها ويجيب المحصول ويبعته إلى الأسيتانة عاصمة الدولة العثمانية. يبقى شغلة الفلاح إيه؟ مزارع بس، هيزرع ويعمل ويعمل وبعدين يبعت إيه؟ المحصول كله. طب الفلاح مش هيستفيد؟ لا. طب ازاي يا مستر؟ ده بالعكس، ده هيدفع ضرائب. انا كده ما فهمتش حاجه. يعني الفلاح ما الارض مش بتاعته هدفع عليها ضرائب ازاي؟ هو النظام كان ماشي كده، اسمه نظام حق الانتفاع. ان الفلاح هياخد الارض ده من الدوله العثمانيه، هياخدها تبقى ملكه؟ لا، هيأجرها زي مسابة ايجار بالظبط. هيدفع الايجار وهيدفع الضرائب على الارض كمان. وبعد ما يدفع الضرائب على الارض المفروض المحصول بتاعي انا زرعته وتعبت، لا، المحصول ده انا بعته للدوله العثمانيه. ده اتظلم. النظام ده ظلم فيه الفلاح المصري. ظلم فيه الفلاح المصري. طب بس كده؟ لا، بيقول لك في ضعف الدولة العثمانية، في أواخر القرن السبعتاشر، عملوا نظام اسمه نظام الالتزام. نظام إيه؟ الالتزام. وركز معايا في الجملة دي وما تلخبطش بين حق الانتفاع ونظام الالتزام. نظام الالتزام ده حاجة وحق الانتفاع ده حاجة. حق الانتفاع إن الفلاح ليس له حق أن يملك الأرض الزراعية، بل يدفع عليها ضرائب ويزرعها ويرسل المحصول للدولة العثمانية. طب ايه بقى يا مستر نظام الالتزام؟ الالتزام جاي من اسمه ملتزم. واحد ملتزم، الراجل ده بيعمل ايه؟ باختصار انا ملتزم. العشر فدادين ده هم مثلا عليهم ضرايب 100,000 جنيه انا هدفعهم للدولة العثمانية. طب انا دلوقتي بعد ما دفعتهم الأراضي دي بتاعتي؟ لا، انا بقى هلم الضرايب ده من الفلاح. لو الملتزم دفع للدولة العثمانية 100,000 جنيه، بيلمهم من الفلاحين 200,000 جنيه. طب ازاي ده على ضريبه 100,000؟ لا، الملتزم بيكتر الضرايب على الفلاحين. يعني انا ادفع الضريبه للسلطان واخد الضعف من الفلاحين. وطبعا اي حد بقى ملتزم؟ لا، ده بيرسل هدايا للسلطان العثماني وبياخد رضاه علشان يبقى من الملتزمين. خلاص عرفنا ايه الفرق بين حق الانتفاع ونظام الالتزام. نظام الالتزام بيبقى ملتزم، واحد ملتزم بياخد الضعف الضرايب من الفلاحين. خلاص. طب يجي لي سؤال مهم قوي، انا حاطه في الاسئله المهمه تحت اهي. حطه في الاسئله المهمه تحت. بيقول لك عن الفلاح بيقول لك عن الفلاح المصري من ظلم كبير. طب ليه؟ بما تفسر اهي. بما تفسر بسبب كثره الضرائب من الملتزمين. الملتزمين كانوا بيعملوا ضرائب كبيره جدا على الفلاحين، وبسبب عدم اهتمام الدوله بطرق الري.
ونظام الري. الدولة مش مهتمية. مفيش الدولة العثمانية ما كانش فيه طرق ري عندها، ما كانش فيه نظام للري. يعني الأرض الزراعية باظت بارت، ما عادش فيه أراضي زراعية تتزرع. طب الفلاح هيجيب فلوس منين عشان يبعتها؟ المفروض يجيب محصول على الأقل ويبعته. لا، مفيش الكلام ده. يعني عانى الفلاح المصري بشكل كبير جدا من ظلم الدولة العثمانية. خلاص، وعرفنا ليه. سبب زيادة الضرائب وعدم الاهتمام بطرق الري، وعدم الاهتمام بطرق الري. دي الحياة الاقتصادية من أي ناحية؟ من ناحية الزراعة. طب نخش على ناحية الصناعة. ما هو بص، الحياة الاقتصادية 3 حاجات: زراعة، صناعة، تجارة. زراعة، صناعة، تجارة. طب نخش بقى على الصناعة. ركز معايا بعد إذنك. بيقول لك تدهورت الصناعة في ظل الحكم العثماني. طب ليه تدهورت؟ أول حاجة، ركز معايا، بسبب تدهور الزراعة. بسبب إيه؟ تدهور الزراعة. طب إزاي؟ الصناعة معتمدة بشكل كبير جدا على الزراعة. طب ازاي يا مستر؟ انا مش فاهم. ما هم بيزرعوا القطن وياخدوا وبعدين يصنعوا بيه. يزرعوا ما اعرفش الفواكه وبعدين يصدروها، يصنعوا منها العصير ويصنعوا منها ما اعرفش ايه ويصنعوا منها ايه ويصدروها، صح؟ يبقى اول حاجه بما تفسر تدهورات الصناعه في ظل العهد العثماني بسبب تدهور بسبب تدهور الزراعه، بسبب تدهور الزراعه. طب تاني حاجه معايا، ارسال امهر الحرفيين الى الاستانه. ارسال امهر الحرفيين الى الاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. كانوا بينقوا امهر الحرفيين وياخدوهم ويبعتوهم للسلطان العثماني ويقولوا له دول امهر حد شغال عندنا. يطلعوا صناعه كويسه جدا لكن خارج مصر. لكن فين؟ خارج مصر. طب وفي مصر اصبحت الصناعه يدويه رديئه. اصبحت الصناعه يدويه رديئه. خلاص، عرفنا ليه كان في تدهور في الصناعه. بسبب ايه؟ تدهور الزراعه. تاني حاجه، ارسال امهر الحرفيين الى الاستانه. واصبحت الصناعه في مصر يدويه رديئه. مفيش اي حاجه صعبه، انا بلخص لك الدنيا كلها. الدرس ده مفيش فيه اسهل منه. انا بلخص لك الدنيا كلها عشان تعرف تذاكر. عايز تصور السبوره؟ اتفضل، السبوره قدام حضرتك اهي، صورها. مفيش فيه اي حاجه. خلاص. طب نخش سؤال مهم أوي. بيقول لك ما النتائج المترتبة على إرسال أمهر الحرفيين إلى الأستانة؟ قال لك أصبحت الصناعة بسيطة رديئة يدوية. أصبحت الصناعة بسيطة رديئة يدوية. كده خلاص، دي الصناعة. طب نخش بقى على التجارة. ركز معايا، التجارة أنا مش كاتبها على السبورة، التجارة دي أنا هقولها لك شفوي بعد إذن حضرتك. ركز معايا عشان يعني الجزء ده بقى يعني ممكن يقابلك فيه بكذا لعبة، بس بعد إذن حضرتك ركز معايا. زي ما أنت عارف إن التجارة عندنا نوعين: تجارة داخلية وتجارة خارجية. تجارة داخلية وتجارة خارجية. بيقول لك بما تفسر تدهورت التجارة الداخلية في ظل العهد العثماني. هتقول له والله عشان 3 حاجات. أول حاجة افتقاد الأمن. افتقاد إيه يا مستر؟ الأمن. طب تاني حاجة، دلوقتي أنا ما عنديش زراعة، ما عنديش صناعة، تفتكر هعرف أصدر؟ هعرف انقل من اقليم لاقليم؟ لا طبعا. ما هو الاقليم ده بيزرع كذا والاقليم ده بيزرع حاجه. ده ما زرعش ده ما زرعش، مش هيبقى في تجاره ما بينهم. طب الصناعه، المفروض الصناعه معتمده بشكل كبير على الزراعه. تدهورت الزراعه، تدهورت الصناعه. تدهورت الزراعه والصناعه، تدهورت التجاره. تدهورت التجاره. يبقى اول حاجه تدهورت التجاره الداخليه بسبب تدهور الزراعه والصناعه وافتقاد الامن. تالت حاجه اهمال الطرق البريه. الدوله العثمانيه ما كانتش مهتمه بالطرق. كانت الطرق كلها عارف زي ايه؟ يقول لك دلوقتي والله الطريق ده مكسر ومش عارف امشي منه ومش عارف اعمل ومش عارف اعمل. صح ولا لا؟ يقول لك الطريق ده مش مسموح مثلا لعربيات النقل اللي هي تمشي منه، الطريق ده مكسر. صح؟ طب تالت حاجه، رابع حاجه معايا، غارات بدو الصحراء. البدو كان عندهم عاده كده، اللي هم اي قافله للتجار بيهجموا عليها ويستولوا على اللي فيها. خلاص، دي على فكره تخش من ضمن افتقاد الامن. افتقاد الامن. هيجي يقول لك بما تفسر تدهورت التجاره الداخليه في ظل العهد العثماني. بسبب اول حاجه تدهور الزراعه والصناعه. تاني حاجه افتقاد الامن زي غارات بدو الصحراء. تالت حاجه معايا، ركز قولها انت بقى، ركز يا عم. انا طب لخبطنا تاني. الطرق البريه. الطرق البريه. انا بتقل كلمه الطرق البريه عشان الناس بتنساها، والله العظيم والله العظيم. يعني وانا في السنه اللي فاتت كنت بشرح ثالثه اعدادي، كان يكتب افتقاد الامن ويكتب الحاجه اللي قلت له عليها. هي ايه الحاجه اللي قلت له عليها؟ البدو. على فكره انا انا عمال اختبرك وانا بشتغل. انا كل شويه ادي سؤال واشوف ايه انت مركز معاه ولا لا. جاوبت على السؤال يبقى انت كده مركز، ما جاوبتش على السؤال يبقى معلش رجع الفيديو ده، ترجع الفيديو في الحته دي وتعمل عليه.
وانا شغال مع بتوع تالتة اعدادي كنت اكتب يوم راح كاتب لي الزراعة ايه والصناعة، تدهور التجارة بالتدهور الزراعة والصناعة، وافتقاد الامن. يجي وينسى يكتب طرق البرية. طب يا عم نسيتها ليه يا مستر؟ أنا مش فاكرها. لا انا عايزك تكتب التلاتة. انت لو كتبت الاتنين دول هتاخد عليهم درجة، بس عايزك تكتب التالتة. عايزك تكتب التالتة بما تفسر تدهورات التجارة الداخلية في ظل العصر العثماني بسبب تدهور الزراعة، عدم افتقاد الامن زي غارات البدو، واهمال الطرق البرية. اهمال الطرق البرية. طب نخش بقى على التجارة الخارجية. بيقول لك بما تفسر تدهورت التجارة الخارجية في ظل العهد العثماني. أول حاجة التجارة الخارجية تبقى خارج حدود الدولة. خارج حدود الدولة. خدناها من واحنا في سنة 5 ابتدائي ورابعة ابتدائي، معروفة. طب دلوقتي ليه التجارة الخارجية ضعفت؟ هقول لك ليه. أول حاجة بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. مستر ده حركة الكشوف الجغرافية اللي قلناها في الجزء الأول. أيوه فاهم. صح، أنت كده فاكر مركز معايا وكده أنت طالب شاطر. بس كده؟ لا، وبسبب الامتيازات الأجنبية التي أعطتها الدولة العثمانية للدول الأوروبية. بسبب الامتيازات الأجنبية. طب يعني إيه يا مستر امتيازات أجنبية؟ هقول لك يعني إيه. يعني الدولة العثمانية تدي والله لفرنسا أو إنجلترا امتياز أجنبي، اللي هو يقدر يجي هنا في مصر ويبيع الحاجة بتاعته، يفتح محل ويبيع الحاجة بتاعته محدش يقدر يكلمه. طب انا دلوقتي انا ليه اروح هناك؟ ليه اروح بره واجيب بضاعه طالما انا عندي بضاعه هنا في مصر؟ ده هو جاي لي جاهز. هو انت تفتكر هيجي لك جاهز يبقى معاه بضاعه كويسه وبضاعه حلوه؟ لا، ده بيجيب لك اسوأ البضائع ويبيعها هنا في مصر. واقول لك على حاجه، الناس هنا في مصر ما كانوش بيشتروا من التجار المصريين. طب ليه؟ هو انت معلش، انت دلوقتي لو قدامك هنا في مصر منتج مصري ومنتج اجنبي، يقول لك القميص ده تركي والقميص ده مصري. طبعا انت هتروح على القميص التركي. صح، يقول لك القميص ده جاي من فرنسا، القميص ده جاي من انجلترا، القميص ده جاي معرفش من باريس، القميص جاي من اسبانيا. صح ولا لا؟ ها. يبقى دي الامتيازات الاجنبيه بما تفسر تدهورات التجاره الخارجيه في عصر الدوله العثمانيه بسبب اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح. بسبب الامتيازات الاجنبيه التي اعطتها الدوله العثمانيه للدول الاجنبيه. خلاص. دي باختصار التجاره. مثلا انت ما بتبقاش على السبوره ليه؟ السبوره زي ما انتم شايفين كانت مليانه على الاخر، ما كانش لها المكان اللي هو المناسب، فقلت اقولها شفوي وهي كده كده سهله، ما فيش في اي حاجه صعبه. ركز معايا في الجزء الجديد. ثالثا الحياة الاجتماعية. ثالثا ايه؟ الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية عندي بسيطة جدا، بس كان لازم اكتبها على السبورة. وهتعرفوا ليه دلوقتي. الحياة الاجتماعية مقسومة عندي لحاجتين: طبقة حكام وطبقة محكومين. طبقة حكام وطبقة محكومين. طب طبقة الحكام كانت عبارة عن مين؟ عن مماليك وأتراك. عن مين يا رجالة؟ مماليك وأتراك. خلاص. طب وطبقة المحكومين كانت مقسومة لاتنين: طبقة وسطى وطبقة دنيا. طبقة وسطى وطبقة دنيا. طب يا مستر الطبقة الوسطى اللي هي مين؟ ركز معايا. علماء شيوخ كبار تجار. علماء شيوخ كبار تجار. علماء شيوخ كبار تجار. ينفع أعيان؟ ينفع أعيان. ينفع رجال دين؟ ينفع رجال دين. ينفع كبار التجار؟ ينفع كبار التجار. خلاص. يبقى الطبقة الوسطى كانت ضمن طبقة المحكومين. كان مين بقى اللي فيها؟ علماء شيوخ أعيان كبار تجار. علماء شيوخ أعيان كبار تجار. طب يا مستر الطبقة الدنيا كانت عبارة عن فلاحين، عامة الناس، صغار التجار، لسه تاجر صغير كده فاتح محل على قده، فلاح تعبان. خلاص. حرفي لسه كده ايه، صنايعي. خلاص. دي باختصار طبقة الحكام والمحكومين في الحياة الاجتماعية. مش أي حاجة صعبة، أنا قلت بس أكتبها على السبورة عشان تبقى واضحة قصادك. الحياة الاجتماعية مقسومة لاتنين: حكام ومحكومين. طب الحكام قلنا أتراك ومماليك. طب المحكومين قلنا طبقة وسطى وطبقة دنيا. الطبقة الوسطى حكام، شيوخ كبار تجار أعيان. شيوخ كبار تجار أعيان. طب ودلوقتي والطبقة الدنيا فلاحين، ها ها عامة الناس. فلاحين وعامة الناس. أي حاجة يقول لك بقى اللي هي الناس بقى اللي هي الضعيفة، الناس اللي على قدها، تبقى من الطبقة الدنيا، من ضمن طبقة المحكومين. على ما أظن مفيش أي حاجة صعبة في اللي أنا شرحته. نخش على رابع حاجة معايا. رابع حاجة معايا اسمها الحياة الثقافية. الحياة إيه؟ الثقافية. بس انت ابتديت الدرس بمعلومه مهمه جدا. قلت لك ظل الحكم العثماني 400 سنه كان حكما جامدا راقدا. بسبب ايه؟ بسبب العزله التي فرضها العثمانيين على مصر. بسبب العزله التي فرضها العثمانيين على مصر. طب اهي قدامي اهي. بقول لك اتسم العهد العثماني بالتكلف والجهل. طب ليه؟ بما تفسر ليه كان في تخلف وجهل؟ بسبب العزله التي فرضها العثمانيين على الشعب المصري.
بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على الشعب المصري. طب هنخش بقى على سؤال مهم هيجي لك في الحتة ده اهي. ما النتائج المترتبة على العزلة التي فرضها العثمانيين على الشعب المصري؟ هتقول له والله ده اهي. اهتزت مكانة الأزهر العلمية. الأزهر كان زمان ما كانش مقر للعلوم الدينية فقط، لا ده كان مقر لعلوم الطب والهندسة والرياضة والعلوم العقلية وعلوم الفلك، كان ضامن جميع العلوم الأزهر. دلوقتي ما عادش فيه علوم هتتدرس خلاص، الأزهر بقى مقتصر على العلوم الدينية والشريعة فقط، العلوم الدينية والشريعة فقط. دي أول حاجة. طب تاني حاجة، ما عادش فيه حياة أدبية، تدهورت الحياة الأدبية. طب مثلا ايه الحياه الادبيه؟ اللي هم بقى الادباء واللي هم الادباء واللي بيقولوا الشعر وبيقولوا النثر والحاجات ده. خلاص. تمام. يبقى تاني حاجه تدهور الحياه الادبيه. طب تالت حاجه معايا انتشار الجهل والتخلف. انتشار الجهل والتخلف، ما هو طبيعي ما عادش فيه علوم، هيبقى عندي جهل وتخلف، يبقى عندي جهل وتخلف. خلاص. ده باختصار الجزء الثاني والدرس الاولاني من التاريخ. الدرس الاولاني كان اسمه ايه؟ مصر بين المماليك والعثمانيين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجه بعد اذن حضرتك، دي السبوره قدامك اهي. انا عايزك تذاكر علشان تجيب اعلى درجه ان شاء الله. وما تنساش تتابعني في القناه، تدوس لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بعمله. وان شاء الله انا كده وصلت نهايه الفيديو، وان شاء الله مش هيبقى اخر فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.